تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. اذا مواصلين مع السلسله ديال الموين، هذه موينه الاخوان باش تعرفوا بانه فيها مواصفات ديال الديور الكبار اللهم بارك وزيد في ذلك. ما شاء الله هذا تو غادي نعبروه امام ديالكم. سير السي ابراهيم دخلوا الميزان، وعند الميزان كتبان النتيجه واش كاينه الخدمه ولا ما كايناش. وتحيه السي ابراهيم اللي خدام معنا وتبارك الله يعني ناشط داخل الضيعه. سد السي ابراهيم، هذا خاصو جوج السي راشد ان شاء الله. السي ابراهيم راه فيه البركه. تبارك الله. فات صافي كيدخل. هذه هي الطريقه ديال سير السي. شحال فيه؟ تبارك الله. اذا كما عهدتوا علينا ضروري ما انه نشدوا لكم على صوص السي رشيد، نشدوا لكم على النبذه، على الاعلاف اللي كيتعطاو لهاد الخيرات اللي شفتوا امام ديال الاعين ديالكم. ويلي بويا ويلي ويلي عاده ويا حي 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 عياده عياده ولا اشكال وقياده ويا حي ويلي بويا ويلي تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. البيض المنقي يا اخوان ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله. اذا عشاق قناه حويج الصردي بن مسكين اسعد الله مساءكم. اليوم كنتواجدوا بازمور ومعنا الحاج، حنا في ضيعه الحاج رشيد الزموري. السي رشيد بخير؟ بخير السيد كدير مع الصحه؟ اللهم لك الحمد. نهار زين هذا نشوفوكم نهار زين ونشوفوا انك زرتينا اخويا محمد، ومرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين ديالك والمتابعين ديالك. تبارك الله ومرحبا والف مرحبا. اشهد خيرات السي رشيد، راه تبارك الله انا راه ولعتيني. قبلوا علينا وصافي. اشهد خيرات السي رشيد. اللهم لك الحمد. هذا خير مولانا تبارك الله. شحال موجد ديال الحولي ديال العيد؟ وكاين عطا الله الخير. كاين الخير كاين الخير اللهم بارك. اللهم بارك وزيد في ذلك. هذه هي السلعه الموين. هذه السلعه المويه، وكاين سلعه غليظه وكاين سلعه اصغر من هذه عاوتاني. غادي نشوفوا كل شيء ان شاء الله في هذا الفيديو السي رشيد. كل شيء موجود الحمد لله. كل شيء موجود. كل شيء موجود تبارك الله. وحنا داويين حنا فين كنتواجدوا سي رشيد؟ عطينا شي نبذه على المنطقه وعطينا حنا فين كنتواجدوا وعطينا المشاهدين. في 2 شتوكه. 2 شتوكه. 2 شتوكه تقريبا بعيد على الدار البيضاء ديك 70 كيلومتر تقريبا. وتابعه الازمور. والمنطقه الحمد لله غنيه عن التعريف. والسلعه راه جايه من البروج، سلعه يعني المرقد ديال البروج. سلعه مليحه داويه على راسها. شفنا هنايا تبارك الله يعني شي حبات كلها يعني فيها السواد، فيها المواصفات ديال الفحوله. هذه السلعه كلها منقيه ديال لانوك. اذا هذه ديال لانوك سلعه منتقات من لانوك. منتقات حبه حبه. يعني قلتي لي من عند كسابه معروفين ديال الدار الكبيره. الدار الكبيره ونطلبوا لها حتى هي ان شاء الله تخرج للدار الكبيره. سي رشيد اشنو خلاك اللي تمشي حتى هي لعند الكسابه ديال لانوك وما تمشيش للسوق مثلا؟ والله النقاء خويا محمد. النقاء. دابا انت قلت لي قبيله حنا جاي قلت لي بغيتي الجوده ديال اللحم راه باش الناس اللي غتعطي السلعه تعطي بوجهك احمر وبنادم ياخذ سلعه نقيه. تبارك الله ما شاء الله. الجوده هي الاساس. الجوده هي الاساس. دابا غنجيو للمهم السي رشيد. الناس غيبغيو يعرفوا هاد الخيرات كيفاش غادي تبيعوها؟ واش غتبيعوها للمتاويه؟ واش غتبيعوها للميزان؟ شنو تبغي تقول لنا السي رشيد؟ السلعه خويا محمد كاين الميزان وكاين المتاويه. كاينه سلعه يعني على حسب السلعه اللي بغى الانسان غياخذ. يعني اللي ارتاح لها القلب ديالو. حيت كاين الناس كترتاح في الميزان وكاين الناس كترتاح في المتاويه المعاينه كما تنقولوا. اللي بغاها مرحبا ما شاء الله. حتى واحد ما غاديش نردوه، اللي دخل عندنا غيجر الحولي ديالو ان شاء الله. ما شاء الله. الميزان راه واجد السي رشيد؟ واجد، ها هو راه واجد وناضي.
اللهم بارك. اذا نحاولوا نشدوا السي رشيد شي واحد ولا جوج نعبروهم ومن الناس يشوفوا هذه الكاتيجوري هذه. عيط لنا الاخ اللي غيشد لنا هذا، بحال شدوا لنا هذا الشطبي هذا، شدوا لنا كاع هذه الخيرات هذه تبارك الله، لانه تستحق انها تمشي كما كنقولوا الانتاج. تبارك الله هذا مجهود ديال الكساب ومجهود ديال واحد اللي خدام تبارك الله، ومازال ان شاء الله غادي نشوفوا الخيرات. سير سي شد راه هذاك راه جرب هذاك لوران. سير تبارك سير به الله، الميزان السي. سير به الميزان. سي رشيد راه غيبقى معنا حتى يخدم لنا الميزان، ياك سي رشيد؟ هو الاول السي محمد. ما شاء الله الميزان طاري مقاد كل شيء. طاري مقاد. سير دخلوها سير. صحيح. اللهم اللهم ما شاء بارك. الله. او تبارك الله. هذا خاصو جوج سي رشيد. ان شاء الله السي ابراهيم راه فيه البركه. تبارك الله. فات صافي كيدخل. هذه هي الطريقه ديال سير سي. شحال فيه؟ 93 كيلو. 93 كيلو الاخوان. ها انتم شوفوا ما شاء الله اللهم بارك. واش باينه لكم ولا ما بايناش؟ المهم نتمنى انها تبان. 93 كيلو اللهم بارك. وزن السلعه سي رشيد؟ لا كلها سلعه وازنه ونقيه وصافيه. ما شاء الله تبارك الله. شحال الرقم ديال الطنقه ديال هذا؟ شوف الناس ابراهيم شوف طنقه. شو اللي طالقه سي؟ تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. اذا مواصلين مع السلسله ديال الموين. هذه موينه الاخوان باش تعرفوا بانه فيها مواصفات ديال ديور الكبار اللهم بارك وزيد في ذلك. ما شاء الله هذا تو غادي نعبروه امام ديالكم. سير السي ابراهيم دخلوا الميزان، وعند الميزان كتبان النتيجه واش كاينه الخدمه ولا ما كايناش. وتحيه السي ابراهيم اللي خدام معنا وتبارك الله يعني ناشط داخل الضيعه. سد السي ابراهيم صافي سد الميزان وخلينا نشوفوا شحال. ما شاء الله اللهم بارك. اذا خليه يزقى 82 كيلو الاخوان. 82 ما شاء الله. وهذا الاخوان نتمناو انه الناس اللي غياخذوه يخدموا به. عندك مخبلي تما باش ما يخرج. تبارك الله هذا نتمناو الناس اللي غياخذوه يخدموا بها الاخوان. ما شاء الله. سرمل يا ابراهيم سرمل. تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد. تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد. تبارك الله. خيرات الاخوان ديال حول العيد اللهم بارك من 2 الشوكه اللهم بارك وزيد في ذلك. تبارك تبارك. تبارك الله ما شاء الله. اذا خيرات العيد الاخوان من 2 الشوكه اللهم بارك وزيد في ذلك. الحولي الغليظه الاخوان. هنا كنهضروا على الاحجام الخياليه، على الاحجام الهوت كام كما كنقولوا، فوق ال 100 كيلو كلها متوفره هنا داخل الضيعه هذه. شفنا المويان دابا غادي نعبروا لكم ان شاء الله بعد الحبات ديال السردي الغليظ. وعشاق الغليظ مرحبا بكم في الضيعه. فالسي رشيد الحاج اش بغيت تقول للناس اللي غيجيو عندك السي رشيد؟ ونفس الكلمه اللي تنقولوا دائما وتنعاودوها، مرحبا بالجميع، مرحبا بالمتتبعين ديالك اخويا محمد. وان شاء الله اللي جا عندنا راه مرحبا وياخذ على المليح. هذه غير البدايه قلت لي. هذه غير البدايه ان شاء الله ومازال الخير القدام. السنوات القادمه اش غتكون؟ وان شاء الله نطلب الله تيسير. غتكون شي حاجه هوت كام ياك؟ هوت كام ان شاء الله. تبارك الله. تعجبكم ان شاء الله. ما شاء الله اللهم بارك. اذا السي رشيد راه رجل طيب اللهم بارك، بشهاده كاع الكسابه اللي تواصلنا معاهم. يعني عطاونا واحد المعلومات اللي قيمه على السيد. وكما قلت لي الثمن السي رشيد، حيت الناس دابا كيهمهم الثمن.
قلت لي احنا اللي جا غنيسروا معاه. غنيسروا معاه، اللي جا عندنا ما غاديش يرجع ان شاء الله. انت يدير الحولي ديالك. تبارك الله. اذا سي رشيد عيط لي الاخ ابراهيم وحاولوا نشدوا لكم، واخا هادشي راه كما كنقولوا خاصو 3 ولا 4، ولكن غنحاولوا نشدوا لكم شي حبات غلاط باش تشوفوا الميزان فين واصل ديال هاد الاحجام هذه. ومرحبا بجميع الزوار والعشاق ديال السردي داخل الضيعه هذه، ونتمنى انه الناس يحجوا بكثره، الناس ديال كازان، الناس ديال جديده، الناس ديال زمور، الناس ديال الرباط، اي داخل وخارج ارض الوطن، الناس اللي باغا تشري عبر الهاتف فمرحبا بهم، وشجعوا لنا هاد الناس هادو باش يستثمروا وباش يحطوا الاموال ديالهم باش ينتجوا لنا ان شاء الله، وسنه على سنه غنشوفوا ما احسن وما اجمل. سي ابراهيم حاولوا تشدوا لنا شي حاجه، واخا راه الله يحسن العوان لانه حواله غلاظ اللهم بارك. من طرف نبداو بهذا، اراونا هذا سير هذاك جر. تحيه للسي ابراهيم اللي غادي تقاتل معاه باش يوصلوا الميزان. سير السي ابراهيم. دفعوا شويه بشي ليه. تبارك الله. مازال ما مشاش، جروا لي الميزان مازال. سير تبارك الله ما شاء الله. شحال هذا؟ 75 كيلو ياك؟ 75 كيلو. اذا كيما شفتوا معايا هنا غادي نلقاو واحد الصدفه عجيبه السي رشيد. قبيله الموين وازنه على الحولي الغليظ. لا الحمد لله. السلعه ديال لانوك. اذا واحد انتم الاخوان باش تعرفوا بانه كيما كنقولوا هنا هذا حولي تبارك الله كيما كنقولوا كباري كبير، ولكن في ناحيه الوزن مختلف مع السلعه ديال لانوك. هنا كنلقاو 76 كيلو. اللهم بارك وزيد في ذلك. حيد حل تبارك الله ما شاء الله. الاخوان مواصلين مع العبار ديال الاحجام الخياليه والاحجام الكبيره. هذا راه فيه حوالي 106 كيلوغرام، 106 105. الميزان مازال قلت لي ان الحولي كيتحرك، فتبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. اذا الاخوان اللي بغى الميزان مرحبا، اللي بغى المتاويه مرحبا، فالخيرات اللهم بارك داوي على راسها. وما عليكم الا تواصلوا مع المالك ديال الضيعه والمسؤولين داخل الضيعه، وراه غادي يعطيكم جميع المعلومات. تبارك الله اللهم بارك. زيد ارنا شي واحد اخر. تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله. اذا مواصلين في العبار ديال الخيرات الغليظه اللهم بارك. او ما شاء الله. اذا 100 كيلو 100 كيلو اللهم بارك وزيد في ذلك. 100 كيلو لهذا الجمال هذا، لهذا الزين هذا اللهم بارك وزيد في ذلك. ونتمنوا ليه شي دار كبيره اللي غادي ان شاء الله تفرح به وتدخلوا الضيعه ديالها وتدخلوا الدار ديالها اللهم بارك، يعيدوا به الناس. فمرحبا بالجميع وبالجميع. صحيح اللهم بارك. يلا سي رشيد نمشيو. اذا ختامها مسك من داخل الضيعه الملكيه المتواجده باثنين الشوكه. فمرحبا بالزوار. احنا على قرابه 20 اليوم من عيد الاضحى. الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه والعافيه. كاع الناس اللي كيتيقوا في المنتوج وكيتيقوا في هذه الخيرات هذه، كيتيقوا في الضيعات هذو، فمرحبا بهم. تبارك الله الناس يعني خدامين، احجام خياليه، الجمال، كاع الخيرات تبارك الله متوفره. فمرحبا بكم وبدون استثناء اللهم بارك وزيد في ذلك. اللي خاصته شي حاجه فمرحبا به. تبارك الله. يعني كما كتشوفوا يعني كل شيء متوفر العلف متوفر، يعني كما كتشوفوا هذا الفراج ياك سي رشيد. اي الفراج هذا الفراج اللهم بارك. اذا هنا كيبقاو هنا فين يعني هذه الخيرات هذه كترعرع وكتبقى حتى يجيو اموالها ياخذوها. بالنسبه للناس اللي غيقتنيو من عندكم سي رشيد غيبقى الحولي هنا ماشي مشكل، البوسيبيتي يبقى يبقى ياكل يشرب نفس الماكله اللي كنعطيو الحمد لله غنخليوها تتبقى اليومين ان شاء الله العيد ويجي ياخذوا المسائل ديالهم والحولي ديالهم. الناس اللي غيبغيو يشريو من عندكم يعني من بعيد يعني من برا من مرحبا يتواصلوا معنا ان شاء الله ما يكون على خير. عبر الواتساب ياك؟ عبر الواتساب نصوروا السلعه نوزنوها له يشوفها وحتى النهار غيبغي ياخذها يعاود يوزنها مرحبا ما عندنا حتى مشكل. ما كاينش مشكل. لا دابا نتوما غتبيعوا دابا ولا غيبقى حتى يبقى العيد؟ دابا ما بقى والو العيد ياك؟ دابا اللي توزن دابا لا راه كاين السلعه هنا راه مبيوعه كاين السلعه هنا راه تباعت. اذا اللي غيتعبر دابا غيتباع دابا، اللي تعبر دابا يتباع دابا. اللهم بارك. اذا هذه هي الخيرات. كنوصلوا
قبل ما نوصلوا لنهايه ديال هذه التغطيه هذه غادي نمشيو مع السي رشيد نشوفوا الخلطه العلفيه اللي كيعطيو لهاد الخيرات ديال ربي ما شاء الله ديال السردي. والسي رشيد يعني ان شاء الله يعني السنه القادمه فراه غادي يكون ان شاء الله انتاج 100% داخل الضيعه. نتمنوا ليه التوفيق في النظره ديالو في يعني داك الشيء اللي باغي، لانه تبارك الله يعني باش نشوفوا شباب يعني كيستثمروا في قطاعات اخرين وتبارك الله بالموازاه باغيين يدخلوا لهذا القطاع ديال الغنم، لانه كما كنقولوا قطاع زوين، قطع زوين فيه البركه، فيه البركه ومريح يعني بعيدا على داك الشيء الاخر. فيه البركه. تبارك الله ما شاء الله. نمشيو السي رشيد نشوفوا الخلطه العلفيه. تبارك الله. اذا كما عهدتوا علينا ضروري ما انه نشدوا لكم على صوص السي رشيد، نشدوا لكم على النبذه على الاعلاف اللي كيتعطاو لهاد الخيرات اللي شفتوا امام ديال الاعين ديالكم. اللهم بارك وزيد في ذلك. ما عندنا ما نخبيوه، ما كاين ما يتخبى. كما يتخبى. السي رشيد اشنو كاين هنا؟ يعطينا المكونات اللي كاينين. كل شيء قدامك اخويا محمد. ما شاء الله. الذره، اذا الذره، الشمندر، الزراع، الشعير، الصوجه، شورشة الصوجه، المخلفيب، سلعه، الزرع البلدي. اللهم بارك وزيد في ذلك. ما شاء الله. اذا كل شيء امام العيون. هذه هي اللي كتعطيوها السي. هذه هي اللي كنعطي، وهذه هي الاساس باش تكون الجوده ديال اللحم نقيه. هي العلف، هي لا باز، هي الماكله. بالاضافه لهذا الشيء هذا قلت لي كنعتمدوا على هذا المنتوج الذهبي. الفراج ضروري. الفراج هذا خرطه ديالك؟ هذا فراج. فراج ديال هذا انتاج ديالكم ولا شارينو؟ لا شارينو. تبارك الله. سي رشيد. نعم سي. قبل ما نختموا هذه الحلقات هادو، هذا الشيء كيطلب مجهود كبير باش يوصل. والحمد لله. كاين شويه ديال المجهود، كاين شويه ديال التعب ياك. ضروري. خاص الناس يقدروا شويه هذا. نتمناو الناس يقدروا، وكاين تعاون، نطلبوا الله التيسير. نطلبوا الله التيسير. شي كلمه اخيره للعشاق اللي غياخذوا من عندكم وغيجيو الضيعه؟ مرحبا بالف مرحبا اللي جا من طرفكم اخويا محمد. مرحبا والجميع، ومرحبا للجميع. السلام عليكم.